لما طياره بتكسر حاجز الصوت بتعمل حاجه اسمها سونيك بوم، وده دوي رهيب ممكن يخلخل المباني من حواليها. بتكون موجة ضغط شديده جايه من مقدمه الطياره وهي بتعدي سرعه 1225 كيلو متر في الساعه. يعني لو طياره عسكريه عدت بسرعه كبيره من فوق بيتك ممكن شباك اوضتك يتكسر وانت مش شايف حاجه. وده لان الزجاج من اكتر المواد الحساسه لاي تغير في الضغط او الاهتزاز في الجو، والموجه الصدميه بتغير ضغط الهواء من حواليه، ضغط هواء سريع جدا وضخم جدا في اقل من ثانيه. والغريب ان الزجاج ممكن يتكسر لجوه او لبره حسب اتجاه الموجه الصدميه، وده اللي بيخلي بعض الناس وقت الانفجار يفتكروا ان في قنبله موجوده جوه المكان رغم ان الانفجار كان بعيد عنهم. احيانا الموجه الصدميه ممكن تحصل حوالينا، ممكن تحصل في مناطق فيها نشاط صناعي عالي زي انفجار في مصنع او في تجارب عسكريه او طياره عسكريه عدت بارتفاع منخفض بسرعه عاليه زي ما قلنا.